الكل بيترقب البطولة المهمة جدا جدا جدا، بطولة فعلا بتضم 4 فرق من أقوى الفرق المصرية، عندهم حظوظ متساوية. يمكن اللي ولع وشعل الدنيا مباراة السوبر الإفريقي اللي جمعت ما بين الزمالك والأهلي، وشفنا فوز نادي الزمالك بركلات الترجيح، المباراة اللي اتلعبت في السعودية. هنا وبعد كام يوم الكل عينيه هتروح على دولة الإمارات العربية الشقيقة وبطولة أبطال مصر، بطولة السوبر المصري بالنظام الجديد. الأهلي هيواجه سيراميكا والزمالك هيواجه بيراميدز، لقاءات نارية من العيار التقيل، خصوصا ان احنا في بداية موسم وكل فرقة عملت صفقات واستعدت استعداد بشكل كبير. يمكن وانا بكلم حضراتكم دلوقتي سيراميكا وبيراميدز الاتنين موجودين في الامارات بيستعدوا من بدري جدا جدا للقاءات السيمي فاينال في بطولة السوبر المصري. سيراميكا منتظر الاهلي وبيراميدز ينتظر الفارس الابيض بعد انتهاء الفيفا ديت. وهنا هتكلم على الجمهور الأكبر، الجمهور الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم. جمهور النادي الأهلي بشكل كبير منتظر هذه البطولة لتصحيح الأوضاع، والكل بيتساءل على كولر بعد ما خسر بطولة السوبر الإفريقي. الكل عينه على التبديلات والتعديلات والانتفاضة اللي حصلت في الهيكل الإداري للنادي الأهلي، وقدوم الكابتن محمد رمضان ورحيل الأسماء وترشيح أسماء، وحالة من الصحيان وحالة من الضبط والربط. وجمهور النادي الأهلي الياقوت الأحمر بيترقب، وكل علامات التعجب والانتظار في اتجاه كولر. وبعض الناس وكثير من الناس بتقول ان بطولة السوبر المصري هو اختبار لكولر، مارسيل كولر، رغم النجاحات والبطولات والصفقات اللي عملها النادي الأهلي، لكن الكل كجمهور النادي الأهلي بيقول لا بديل عن بطولة السوبر رغم صعوبة بطولة السوبر. ويمكن جمهور النادي الأهلي بيقول إن احنا هنتجاوز سيراميكا كليوباترا وننتظر نادي الزمالك في لقاء المباراة النهائية، والنادي الأهلي ما بيتغلبش مرتين متتاليتين. علشان كده كولر، هل هيبقى الأسهم ورحيل كولر أو بقاء كولر مرتبط ومرهون بفوز النادي الأهلي بالسوبر المصري؟ من خلال معرفتي بمجلس إدارة النادي الأهلي ومن خلال معرفتي بتاريخ النادي الأهلي في تعامله مع الأجهزة الفنية، أقدر أقول لحضراتكم بالفم المليان إن الكلام دوت مجرد فقط كلام. مهما كانت النتائج في بطولة السوبر المصري، مارسيل كولر مكمل مع النادي الأهلي، والسبب بسيط جدا جدا، مش محتاجة فقاقة ولا محتاجة ذكاء. النادي الأهلي عارفين حضراتكم السوبر هيتلعب يوم 20 و24. النادي الأهلي عنده لقاء تاريخي، لقاء زعامة، لقاء في بطولة ويؤدي إلى مكاسب مالية وإلى بطولات أخرى داخل البطولة،
وهو لقاء يوم 29 بعد تقريبا 5 أيام فقط أو 4 أيام فقط من لقاء نهائي السوبر المصري إذا قدر للنادي الأهلي الوصول إلى المباراة النهائية. لقاء يوم 29 على ملعب القاهرة الدولي أمام بطل آسيا المدجج بالنجوم المحترفين يوم 29 في بطولة الانتر كونتيننتال وبطولة الأفرو آسيوي وبطولة أمريكا الشمالية. حضراتكم عرفتوا إن هيبقى فيه توزيع جوائز ومهرجان داخل المباراة، مباراة على الزعامة، مباراة عربية، مباراة من العيار التقيل. فمهما كانت النتائج في السوبر المصري أعتقد إن كولر هيبقى برضو موجود، لأن النادي الأهلي ما بيحاسبش بالقطعة. النادي الأهلي دايما بيحاسب بالمجموع وبالرؤية، الرؤية والاستراتيجية، إن هو قدم المطلوب إثباته خلال آخر موسمين وحقق نجاحات كبيرة، ونفس البداية اللي حدثت في الموسم الماضي، خسارة للسوبر الإفريقي ثم نجاحات طوال الموسم مع كولر وللنادي الأهلي. فالنادي الأهلي يا أصدقائي ما بيحاسبش أبدا بالقطعة، ومارسيل كولر لازال لديه رصيد وعنده رصيد يسمح له بالتواجد ويسمح له إنه هو يبقى موجود على رأس القيادة الفنية للجهاز الفني للنادي الأهلي. لكن قمة الإثارة وقمة المتعة وقمة التشويق بلا شك يا أصدقائي هتبقى موجودة ما بين الأربع أبطال اللي موجودين في بطولة السوبر المصري. وعموما كلنا منتظرين